تعالوا نسوي شرك عراقي. 3 كوب من الطحين يكون الممتلئات، ملعقتين يعني وسط او ملعقه اكل كبيره من الحليب، ظرف واحد من البيكنج باودر راح اضيف عليه، وهنا عندي فانيلا ظرف. تمام. هسه هنا عندي مي وخمره وشكر، ملعقتين اكل من الشكر، نص ملعقه اكل من الخمره على مي فاتر، نخلطهم كل زين. بعدين ضف ثاني زبد ملعقه اكل وحده، وراح اضيف هنا ملعقه اكل وحده من الزيت. هسه راح اخلط المكونات كل زين على مود يصير عندي اياه بيرفكت ومرتب. ولا تنسون رشه الملح جدا ضروريه بهذه المقادير. ليش؟ على مود تنطيها يعني توازن النكهات كلها. هنا طبعا الطحين مالتكم واضافه المي عليه حسب الطحين وشلون راح يشرب. انا هاي اعتقد الكميه جدا كافيه اضافتها للطحين مالتي. اوكي. هسه اذا عندكم عجانه عجنوه زين، واذا ما عندكم عجنوه بايديكم على مود يصير عندكم اياه بيرفكت وكلش تمام. اللي عنده عجانه يخلص من عجن الايد، لان الراد عجن كلش هوايه. هسه انا اجمعها جمع بيدي كلش زين. اوكي. وراح اخلطها خلط كلش مرتب على مود تنعجن بصوره صحيحه. اذا احتاجت مي اقدر اضيف لها بالملعقه مالت الاكل، يعني ما اضيف هوايه. هسه شوفوا، هسه هذا بعد ما يحتاج، اذا يحتاج اقدر اضيف له ملعقه اكل وحده او ملعقتين على مود يصير كلش تمام. اعجنه وارجع لكم. بعد ما تنعجن تتركونها مده ساعه على مود تختمر كلش زين، على مود نقدر نشتغل بيها براحتنا. طبعا هذه الطريقه تحتاج اختمار كلش هوايه، ان كان بالتشكيل او كان بالعجن مالتها، على مود يطلع عندكم هش وطري وكلش طيب. وهاي نجي هنا على العجينه مالتنا. بعد ما اختمرت كل زين راح ناخذ منها شنقه، يعني لا للتعيين الحجم مالتها، تريدونها كبيره او صغيره، بس كل ما تكبر راح تنطيكم شكل اجمل نفس شكل المحلات وتكون ارتب. واهم شيء تختمر مده وقت كلش هوايه على مود تصير عندكم اياها منفوخه ومرتبه وكلش حلوه. هنا نحشيها بالحلقوم او التمر بكيفكم واللي يعجبكم، الكميه حسب اللي انتم تخلونها. بهالشكل هذا نبدا نسويها على مود تصير عندنا رول كلش طويل. وبهالشكل هذا تريدون تخففونه للرول، يعني راح تبقون تسوون بيه راح يصغر عندكم، او تريدوا تبقونه على هالحجم هذا نفس ما انا مسويه هم بكيفكم. بس اهم شيء ان تسوونها كامل تخلونها تختمر، يعني ما يقارب ساعه او ساعتين. تشوفون الحجم مالتها من تضاعف وصار بيها كميه هواء كلش كافيه، يلا تشونها يكون افضل. وطبعا ما ننسى اريدكم تضيفوني على الانستغرام، هذا المعرف مالتي، اللي يحب يتواصل وياي ويطلب الفرن موجود خدمه توصيل جميع محافظات العراق. فرن فري ماركه تركي، درجه حراره كلش هوايه زينه ومرتب. النهائي مالتين راح نتركهن يختمرن فد مده ساعه النوب. يلا ندخلهن للفرن، راح نمسح وجههن ببيضه وشويه من القهوه، وندخلهن فرن من فوق ومن تحت نشتغل عليهن درجه حراره 180 لحد ما ينضجن وارجع لكم. هاي الاشكال اللي تقدرون تسوونها واي اشكال تعجبكم. شرك عراقي كلش هوايه طيب. الشكل مالته كلش هوايه مرتب. نتركه يختمر وارجع لكم على مود ندخله بالفرن. شلون شرك هوايه معدل ويخبل عيني. شوفوا ما شاء الله من جوا، شوفوا شلونه، شوفوا شلون الطراوه كلش هوايه طري ومرتب، والطعم مالته خرافي. طبعا انصحكم تجربونه. شوفوا شلونها بسم الله، هاي كلش طيبه، هشاشتها كلش فول. وانصحكم تجربون هاي الطريقه، لان فد شي كلش مرتب وياها شاي طعمها خرافي.